بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بص بقى النهاردة كده هنعمل مع بعض ملوخية وفراخ بالمرتة من قلب دمياط. المرتة الدمياطي بقى هي بتتعمل مع البط، بس احنا هنعملها مع الفراخ. عندنا هنا كده فرخة هنحط عليها ملح وليمون، نعمل لها محلول ملح وليمون وننقعها حوالي ساعتين. عقبال ما نخلص هتكون اتنقعت ونزلت الدم اللي فيها كله. وعندنا هنا الملوخية هعملها معاكم، هقول لكم ازاي هنعملها طازة وهنشتغل بيها على طول. هنعملها قلنا في خلاط او في كبة مع كوباية مية، نص كوباية مية، وهنضربها ونشتغل بيها على طول. وهنشوف دلوقتي لونها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي. ولونها مش هيتغير وهيفضل كويس زي ما هو لونه اخضر. ضربناها، حطينا هما دول اللي كانوا ربطتين، حطينا معاها مع الربطتين حوالي كوباية مية. خدت دقيقة في الكبة، ما خدتش وقت كتير. قلنا هنعملها في خلاط او في كبة المتوفر عندنا، ولا مطحنة ولا غيره زي ما اتفقنا. اللي هي اسمها ايه دي المخرطة. مطحنة ايه، المخرطة. مش هنستعملها خالص، خلاص احنا هنعينها، هنركنها كده على جنب ونشتغل في الخلاط او في الكبة، ونفس النتيجة وكل حاجة. واهم حاجة عندنا طبعا الطعم، وطعمها كان حلو جدا. خلاص احنا كده هنا عملنا الكمية كلها، هناخد منها شوية والباقي هنشيله في الفريزر زي ما احنا متعودين. وعندنا النهاردة مفاجأة بقى، قلقاس. هعمل معاكم قلقاس، هي واحدة بس لان محدش بياكله غيري انا في البيت. هنجهز بقى البصل علشان المرتة. احنا عندنا المرتة دي في دمياط حاجة اساسية، اللي هي بتتعمل للبط. انت ممكن تعمليها مع البط عادي، بس احنا هنعملها النهاردة مع فراخ، وطعمها بيبقى حلو جدا على فكرة مع الفراخ. عندنا هنا بصلتين حلوين كده، وبرضو على حسب الفرخة اللي عندك. حجمها كبير بنحط لها بصلتين كبار، صغير بنحط لها بصلتين وسط. ضربنا كده البصل عندنا في الكبة وقطعيه براحتك، بس هي كانت بره موجودة معايا فقلت اشتغل بيها النهاردة. هننزل البصل بقى في حلة كده، وبعدين هنحط عليه البهارات بتاعته. البهارات بتاعته ايه؟ ملح وفلفل وكمون، ملح وفلفل وكمون. وطبعا معانا اهم حاجة الكبدة والقنصة بتوع الفرخة هنقطعهم فيها. اللي حابب يقطعهم ماشي، واللي مش حابب براحته، بس هي بتدي طعم حلو جدا في الفراخ. هتلاقي طعمها ايه، طعمها بيبقى حلو. المرتة قطعناها كده قطع صغيرة، وهنحط ملح، يعني نص معلقة ملح كده، وفلفل وكمون قبل ما نحط الكبدة والقنصة، لان طبعا ايه احنا متفقين ان المرتة لازم تدعك كده بالايد، بايدنا كده، ايدنا نظيفة وغسلينها. هندعكها بايدنا دعكة حلوة علشان طبعا ايه تتجانس كلها كده مع بعض، وبتدي طعم حلو برضو. ايدي كده، وهحط عليها نص كوباية مية تستوي فيها، يعني معاها ربع كوباية زيت ونص كوباية مية عشان تستوي. وحطينا طبعا الكبدة والقنصة، واهم حاجة طبعا الزبيب، اوعي تنسي الزبيب. شوية زبيب كده في ايدك تحطيهم معاهم. وكل ده بقى على النار. المرتة بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وزيت وزبيب، وقطعنا فيها الكبدة والقنصة. هنا بقى عندنا القلقاسية دي هنقطعها مع بعض، وهقول لكم تعملوها ازاي. على فكرة انا غسلتها كويس قوي من بره ونشفتها. وهنا فوطة نظيفة طلعتها، فوطة مطبخ امسكها بيها وانضف السكينة وايه واقطعها. وطبعا الفوطة اللي عندنا نظيفة او مناديل مطبخ براحتك، هنعملها كده ننضفها بيها. خلاص هي واحدة بس، طبعا تعملي بقى الكمية اللي تريحك. هنقطعها بقى مكعبات كده زي ما بنقطع البطاطس، قطعيها مكعبات صغيرة مش كبيرة علشان تستوي بسرعة.
خلاص احنا كده قطعناها وظبطناها. اهم حاجه تحطي عليها ليمونه كامله، تعصري عليها ليمونه كامله. كده كده القلقاس بيتحط له ليمون وهو بالطبق، فانت تحطيها عليها علشان ما يسودش، لان انا ما حطيتوش على طول. كنت مستنيه الفرخه تستوي علشان اخد منها الشوربه اطبخ بيها. حطيت عليها الليمون، ما سودتش ولا جرى لها اي حاجه. لان الليمون طبعا زي ما انتوا عارفين ماده حافظه، بيخلي القلقاس مش بيتاكسد مع الهواء. عندنا هنا طبعا اهم حاجه السلق اللي احنا هنطبخ بيه القلقاس. هنشيل كل العنقود اللي فيه ده، العنق اللي فيه ده، وبعدين هنقطع الورق ونحطه طبعا ايه في حله علشان نعمله. ومعانا طبعا توم، اهم حاجه التوم. هنا المرتة كانت استوت، هركنها على جنب تبرد شويه عقبال ما اعمل السلق اللي هي التخديره بقى بتاع اللي احنا هنطبخ بيها القلقاس. هحطها على طبعا شايفاها هايشه كده زي بيبقى السبانخ او اي ورقيات. اول ما تحط على الميه بتنزل على النار، بتنزل الميه اللي فيها، وبعد كده تلاقيها ايه هبطت كده في الحله ما عادش فيها حاجه. عندنا هنا الفرخه غسلناها طبعا كويس جدا. هنحط بقى فيها، نعبيها مرتة وتحت الجلد وفي كل حته. عايزه بقى تعملي الفراخ دي تحشيها رز بخلطه، تحشيها اي حاجه انت عايزه تحشيها احشيها، مفيش مشكله. بس انا بقولك على الطريقه الاصليه اللي احنا بنعملها في ايه في دمياط. الناس كلها تقول لي البط الدمياطي البط الدمياطي، هو ده يا ستي. واهم حاجه عندنا الحله دي. خلاص انت خلصتي اركنيها على جنب، ما تحطيش فيها ميه ولا تغسليها. اركنيها على جنب عشان هنستعمل ايه، هنستعملها دلوقتي هقولك في ايه. هنعمل بقى العمليه الجراحيه ونخيط الفرخه زي امهاتنا زمان، ما كانش في خله، ما كانش في اي حاجه. تمام، هنخيطها بقى عشان طبعا ايه البصل ما يخرجش منها. وهنا عندنا زي ما انتم شفتوا كده السلق خلاص ما عادش فيه ميه. هنحط له بقى زيت ونحط 5 فصوص توم، بس احنا مش هنحمرها قوي زي ما بنعملها للوبيا او للباميه، لا احنا هنعملها كده وسط طبعا علشان هنطبخ بيها يبقى لونها اخضر. ولو انت عايزه تعمليها بطماطم اعمليها بصلصه زي ما بتطبخي اي خضار. والتخديره دي تحمريها بقى خالص. شوف عندنا التوم اهو لونه اتغير. والحله دي برضو تركنيها على جنب ما تغسليهاش علشان هنطبخ فيها وناخد كل الخلاصه اللي تحت في الحله. انا ضربتها كده في الكبه فطبعا ايه ما طحنتش قوي، فهستنى اخد من شويه شوربه اطحنها بيها. هركنها على جنب واسيبها دلوقتي. عندنا هنا الفرخه طبعا اهم حاجه ايه حاجه اسمها ترويم. هنرومها، هنحطها في ميه بتغلي دقيقتين على الناحيه دي ودقيقتين على الناحيه التانية، وبعد كده نطلعها نغسلها غسله حلوه قوي ونصفيها ونشوحها. دي الخطوه دي مهمه جدا عشان لو فيها ريش، لو فيها زفاره، لو فيها اي حاجه تطلع. احنا طبعا عنها بملح وليمون. ممكن انت تعمليها قبليها بيوم بنص كوبايه سكر وربع كوبايه ملح في لترين ميه كده، وبعدين تاني يوم تطلعيها تغسليها. هنشوح بقى الفرخه. عندنا طبعا مستكه وحبهان، نحطهم كده في الزيت او في حته سمنه اللي يريحك، واسيبها حوالي دقيقتين 3 كده في النار عشان تتشوح، وتقلبيها على الناحيه التانية لو عايزه تقلبيها. بس انا بعملها على ناحيه واحده بس. شفتي بقى الحله اللي كان فيها المرتة دي هنحط فيها الميه، فيها خلاصه بقى بهارات وبصل وطعمها بيبقى حلو جدا. فهنحط فيها الميه اللي هنشوح بيها الفرخه زي ما انتم شايفين كده. نحط بقى مقدار الميه على حسب برضو حجم الفرخه وهتاخد قد ايه في وقت في التسويه. وهنحط لها الملح ونسيبها بس نغطيها بس ايه واربي الحله علشان ما تفرش منك على البوتاجاز. هنركنها بقى على نار متوسطه ونسيبها تستوي. اسيبها بقى تستوي وابدا بقى اشتغل تاني في الملوخيه وفي القلقاس عشان اخد الشوربه بتاعته. هنعمل هنا الطشه بتاعه الملوخيه، نستغل وقتنا واحنا واقفين. توم قلنا وكزبره ناشفه نضربهم ايه في الهون، نضربهم كده في الهون عشان يبقوا كلهم ممتزجين مع بعض. لان ايه لو قطعتيها التوم بيبقى باين فيها مش حلو. هنا خلاص الفرخه استوت، هنبدا ناخد منها الشوربه. هناخد منها الشوربه على ايه
على السلق اللي احنا عملناه علشان يمشي كده في ايه، في الخلاط، لان كان الاول هي كمية قليلة، فانا مش نافعة تتحرك في الخلاط. وبصي بقى دي الحلة اللي احنا كنا عاملين فيها ايه، السلق، زي الفل تمام. هنعمل فيها ايه، هنطبخ فيها علشان ناخد كل العصارة اللي كانت نازلة من السلق والثوم، وفيها زيت وكل حاجة، مش هنسيب طبعا اي حاجة من السلق. هناخد شوربة عليها ونحطها، ونحط بقى فيها ايه، القلقاس، ونسيبه يستوي. واخد حوالي 3/4 ساعة، مش عارفة اخد وقت كتير في السوا. هظبط له بقى ملح وفلفل، وطبعا اهم حاجة بصلاية نقطعها فيها، بتدي طعم بقى حلو كده مسكر للقلقاس. لو انت مش عايزة بصل مش مشكلة، لو عايزة تحطي توم حطي توم، بس انا مش برجح التوم فيها. هنزل بقى فيها القلقاس، انا ما غسلتوش، ما حطيتش عليه اي مية نهائي، انا قطعته كل حاجة وهو ناشف. وبعد كده حطيت عليه الليمون، وما تغسلوش من الليمون طبعا لان هو كده كده بيتطبخ بليمون. وحطيت الفلفل الاسود، وهغطي عليه واسيبه يستوي براحته. برضو تواربي الحلة، اي حاجة وانت تطبخيها واربي الحلة علشان ايه، ما يفرش منك على النار. هنعمل هنا بقى ايه، الملوخية. انا هاخد الشوربة من الفرخة، ولو ما عندكيش شوربة مرقة دجاج ومية. انا عندي هنا مرقة دجاج، اعزز بقى يعني ايه الطعم شوية، لاني زودت الشوربة دي بشوية مية، كانت قليلة فزودتها بشوية مية. وعندنا الملوخية، شايفة طبعا اللون والجمال. احنا عملناها مع بعض كذا مرة، عملناها بالجمبري وعملناها كده وايه، وعرفتكم هي بتتعمل ازاي. هنقلها بقى على نار هادية، وطبعا ايه ما بتغليش. حطيت لها شطة، وطبعا الملح مظبوط لان المرقة فيها ملح. اركنها بقى ورا كده على نار هادية واعمل الطشة. اهم حاجة عندنا الملوخية عشان ما تسقطش، مش هنغطيها ولا هنسيبها تغلي على النار. طشة طبعا الثوم والكزبرة الناشفة احنا ضاربينهم مع بعض، حطينا شوية زيت وشوية سمنة عشان السمنة بتديها طعم حلو. انا على فكرة ما بحبش اطبخ بسمنة خالص، الزيت احسن حاجة في الطبيخ، بيبقى خفيف كده وكويس. انما الزيت السمنة لازم كده مع الملوخية. هنقلبها بقى كده مع بعض تمام كده. ظبطنا الطشة، الريحة بقى ايه جبارة، شايفين الجمال، شايفين اللون، صدقوني ولا مخرطة ولا غيره. حابة تاكلي ملوخية في اي وقت، مشكلة كلها في ان انت تقطفي الملوخية بس، ولا هتسيبها بقى تنشف ولا تفرديها على قماشة ولا اي حاجة، احنا كده كده بنعملها بمية، فمش هنبقى محتاجين ان احنا ننشفها. خلاص كده الملوخية اتعملت، والقلقاس على النار، وعملنا الرز طبعا، والفرخة هندخلها ايه البوتاجاز عشان تتحمر. حط عليها على الوش بس شوية زيت، لان انا عندي مش بيحبوا طعمها متغير. انت بقى حطي عليها ليمون، فلفل اسود، اي حاجة عايزة تحطيها حطيها. انا بس بحط زيت علشان ايه تتحمر. هدخلها بقى الفرن، ولعت الشوايه قبلها ب5 دقايق وهدخلها الفرن. وهنا كل حاجه خلصت، شايفين القلقاس لونه حلو جدا. انت لو عايزه تعمليه بصلصه اعمليه زي ما قلتلك، اللي يريحك. وهنا الملوخيه اللون بتاعها يجنن، والفرخه اهي اللي احنا حشيناها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك. شايفين الجمال، سلام.